انقطعت الأسباب، انقطعت الاتصالات، انقطع العون من أهل الأرض، لم يبق إلا أنت يا الله. يا الله، إنهم يستقوون بقوتهم وإنا نستقوي بقوتك عليهم. يا أهل الإسلام، يا أهل الإسلام، أهل الإسلام يستغيثون بكم أن تدعوا ربكم أن ينصرهم. الصلاة جامعة. السلام عليكم، كيف حالكم؟ إن شاء الله بتكونوا بخير. طبعا أكيد أنتم مستغربين إنه أنا بسجل فيديو بدون ما أنا أظهر في هذا الفيديو. ولكن أنا وصلت لمرحلة يئست وتعبت وشايفة أهلي وناسي بتدبحوا بدم بارد، والعالم لحتى الآن ما تحرك ولا عمل ولا أي إشي. فشعور العجز كتير كتير صعب. مضلش أمامنا غير الدعاء والتوسل إلى الله، لأنه أغلب العرب عبارة عن شياطين خرسة ساكتة ظالمة لأهلها وللشعب الفلسطيني، وإحنا مش راح نسامح ولا أي حد شافنا بنموت بكل دم بارد وما عمل إشي. طبعا تخطيط بلش تنفيذ التهجير، مخطط التهجير. الحرب رجعت شرسة أكبر من أول بكتير. ما بدي أحكي لو مثلا كل الدول العربية حطت إيديها في إيدين بعض كان ما وصلناش لهذا الحال، ولكن بدي أحكي لكم شغلة، إنه في العلم الإسرائيلي في خطين لون أزرق. طبعا هدول الخطين معناه وهم بدرسوا أطفالهم اللي إن شاء الله يعدموهم إنه بلدهم بتبلش من نهر دجلة والفرات، نهر الفرات في العراق لحد نهر النيل في مصر. يعني العراق وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين ومصر، هذا باعتقادهم طبعا إنه هاي البلد الأراضي كلها لإلهم، هذه الدول كلها لإلهم. كنت بتمنى إنه يكون في يعني وقفة أكبر، أو وقفة تكون وقفة قوية بين العرب كلهم، يتحدوا ويوقفوا هذه المجازر اللي بتصير في حق الشعب الفلسطيني. بس أنا يعني مش حابة أحكي أكتر من هيك. بس من ضمن المحللين اللي بتابعهم ومن ضمن الفيديوهات اللي أنا بشوفها وبتابعها، اكتشفت إنه الرئيس اللي فعليا كان عنده نظرية صادقة، وكان عنده يعني كان شايف العالم وين رايح 100 سنة لقدام. هو الرئيس القذافي، رئيس ليبيا. يعني راح احطلكوا فيديوهات لإله تسمعوا شو بحكي في الفيديوهات، قارنوا في كلامه، قارنوا بالأحداث اللي بتصير، هتلاقوا نفس اللي حكاه اتطبق، ولسه في أشياء قاعدة بتطبق. فالوطن العربي صار شي مرعب جدا، الحرب هذه مرعبة جدا. يعني أنا بتمنى إنه القيامة تقوم، وكنا في غزة بنقول وقتيش يوم القيامة يجي ونرتاح لأنه إحنا عايشين بأهوال يوم القيامة. هتطلع لي واحدة مفزلكة تقول لي ما أنت في غربة. أنا في غربة صح، بس أنا جسد في الغربة، وروحي وكياني وعقلي وأحاسيسي كلها مع أهلي ومع وطني ومع ناسي، لدرجة إنه أنا نفسي أنام وما أحلمش، ما أشوفش
ما بعرفش هي أحلام ولا كوابيس ولا شو هي. يعني أنا لحتى هذه اللحظة بشوف إنه أنا تحت الردم، بشوف إنه أنا طيران بيجروا وراي بيطخوا عليا، بشوف إنه في جندي قاعد بيعدم فينا وأنا بحكي له أنت ليش بتقتل فينا بدم بارد. فأنا جسد بلا روح. الحمد لله على كل حال. خليني أوريكم بس الفيديوهات هاي، وبتمنى إنه الوطن العربي كله يصحى ويفوق، وبتمنى اللي احنا شفناه في غزة ولا بلد في الوطن العربي تشوفه، وبتمنى ربنا يسخط دولة الشيطان الصغير. بعد تصفية الشعب الفلسطيني سيتم تصفية الشعب السوري والشعب اللبناني والشعب المصري والشعب الأردني، ثم يبدأ الاندفاع للاستيلاء على مكة وعلى المدينة، وسيتم طرد إخواننا من قصورهم. جندي إسرائيلي في غزة قتل. كل الغرب قال إن محادثات السلام سترتبك وقد تفشل لأن جندي إسرائيلي قتل في غزة. باهي لما قتلوا عشرات من أطفال أنتم كنتوا تمروا على ليبيا، ما يسمى بليبيا الآن، بدون جواز سفر، تذهبوا إلى الحج بدون جواز سفر. لما جاء الاستعمار الغربي وطلع وبيعطينا استقلالنا، بعد تصفية الشعب الفلسطيني سيتم تصفية الشعب السوري والشعب اللبناني والشعب المصري والشعب الأردني، ثم يبدأ الاندفاع للاستيلاء على مكة وعلى المدينة، وسيتم طرد إخواننا من قصورهم المكيفة، وسيتركون سياراتهم الأمريكية الفخمة وسيركبون الحمير والجمال فرارا من قطار الموت. سيدخلون الصحراء، سيدخلون الربع الخالي، سيشربون ماء البحر. الذين لا يستطيعون أن يسبحوا إلى شاطئ أمان، ولن يكون هناك شاطئ أمان. أن الإسرائيليين قادمون إلى مصر، الجيش الإسرائيلي قادم إلى مصر قريب أو بعيد، طال الزمن أو قصر، لابد من احتلال وادي النيل. هذا خط في العلم الإسرائيلي، وادي النيل، الخط الأزرق في العلم الإسرائيلي هذا وادي النيل. دولتك يا بني إسرائيل من الفرات للنيل، ما تطمئنوا يا أخواننا الذين تعيشون من الفرات للنيل. ولن يقتصر الخطر الإسرائيلي على الذين يعيشون بين الفرات والنيل، بل ستكون البلدان اللي خارج الخطين بلدان مواجهة جديدة. شمال أفريقيا سيصبح في خطر، لابد أن يخضع للدولة التي تمتد من الفرات للنيل. لابد أن تخضع تونس غصبا عنها، وتخضع الجزائر، وتخضع ليبيا، وتخضع المغرب بالسيطرة الصهيونية غصبا عنهم. لابد أن يخضعوا في المستقبل. سووا يعتقدوا أن السفارات الإسرائيلية تحميهم، السفارات الإسرائيلية السرية تحميهم، مكاتب رعاية المصالح تحميهم، المكاتب التجارية تحميهم. لن تحميكم. هذه مقدمة لقطار الموت، هذه مقدمة للخطر، هذه مقدمة للفناء. كل دولة عربية تمد يدها من تحت الطاولة، كل حكومة عربية تمد يدها من تحت الطاولة للعدو، وتقيم سفارة تسميها مكتب رعاية المصالح. هو في مصالح بين واحد يذبح واحد مذبوح؟ أي مصلحة تربط بين واحد بيد سكين وواحد أرسل؟ رعاية المصالح. أي مصالح لليبيا في تل أبيب، أي مصالح لتونس في تل أبيب، أي مصالح للجزائر في تل أبيب، أي مصالح لمسقط وعمان في تل أبيب. يا عالم في مصالح معقولة متبادلة بينه وبين تل أبيب؟ فيه موت متبادل، فيه ثناء، فيه دماء. كل حكومة عربية تعمل سفارة إسرائيلية وتسميها مكتب العلاقات، مكتب تجاري، مكتب ارتباط، علشان ان تحاوروا. هم قالوا لكم طز في الحوار وطز في المبادرات السلمية، نحن نريد ان نذبح العرب. هم قالوا ما في حياة لليهود مع وجود العرب، يا يموت العرب يا يموت اليهود. وما دام نحن في يدنا القوة ومعنا أمريكا والعرب في حالة ضعف، هذه هي الفرصة التاريخية التي تمكننا من حل هذا المشكل، وهو ذبح كل العرب. اللي يجري في فلسطين يا أخواننا الآن إبادة جماعية لشعب بكامله، إبادة ليست مسألة اعتداءات ولا حتى غارات، بس إبادة لشعب. في كل يوم عشرات الفلسطينيين يتم ذبحهم بالسكين بالدم البارد. قال ترامب القدس لهم، وقال الله عز وجل: فإذا جاء وعد الآخرة ليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة
ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. قال ترامب: لقد عمل فريقي ليلا ونهارا لإنجاز هذه المهمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من عاداهم. قيل: أين هم يا رسول الله؟ قال: في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. قال ترامب: إن شعوب المنطقة نعمل لمصلحتها ولا بد أن تقبل بما عملنا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يقاتل آخر هذه الأمة الدجال. قيل: أين هم يا رسول الله؟ قال: أنتم شرقي نهر الأردن وهم غربيه، حتى يختبئ اليهودي من وراء الشجر أو الحجر فيقول الشجر أو الحجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله. قال ترامب: لا بد للعرب أن يعتذروا عن الحروب التي خاضوها. وقال الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إما أن يقتلنا كلام ترامب وأعوانه، وإما أن يحيينا كلام الله. ونحن على مفترق الطرق ويعملون بمقتضاه، ونحن أمة إذا لم نعمل بما جاء في